أنا الواد اللي طلع ما بين الحقول وكان نفسه يقف على خشبة مسرح ويضحك الناس ويغني وهو بيرقص. أنا اللي اتولدت في قرية صغيرة في المنوفية سنة 1940، بس كان قلبي كبير جدا على القرية دي وعيني شايفة القاهرة من بدري. كنت أول حفيد في العيلة وأهلي كانوا ناس بسيطة. أبويا اشتغل موظف بسيط، واتربيت على إن الحنية مش ضعف وإن الجدعنة مش كلام. من وأنا طفل كنت بحب أعمل شخصيات أقلد الجيران وأضحك العيلة. كانوا بيقولولي أنت هتطلع ممثل، وانا كنت بضحك وبقول لهم انا هبقى نجم. دخلت كلية الاداب قسم الفلسفة في جامعة القاهرة، بس المسرح شدني اكتر من اي محاضرة. هناك في الجامعة اتعرفت على اللي هيكملوا معايا الرحلة: عادل امام وصلاح السعدني، ناس كانوا بيحلموا زيي ويمكن اكتر. وبدأنا نشتغل في مسرح الجامعة كأننا بنبني حلم بايدينا. كنا بنكتب وبنمثل وبنضحك، والناس كانت بتسقف وبتقول في امل في الجيل ده. انا عمري ما مشيت الطريق السهل ولا كنت ابن واسطة. أنا كنت ابن خشبة المسرح، ابن عرق، ابن جمهور بيشوف فيا نفسه. أنا بدأت من مسرح الجامعة بس ما وقفتش هناك. لقيت نفسي بدخل مسرح التلفزيون، ودي كانت أول مرة أقف قدام جمهور حقيقي. واللي ما يعرفش المسرح ده كان وقتها بوابة المجد. الكل كان بيحلم يطلع عليه وأنا كنت واقف بكل قلبي. أول مسرحية ليا كانت هلو شلبي. كنت لسه بادئ بس ضحكتي كانت سبقاني. كلامي كان طالع من القلب بجد. بعدها جت مدرسة المشاغبين. المشاغبين، المسرحية اللي غيرت تاريخ الكوميديا في مصر. أنا كنت مرسي الزناتي، واللي شافني عمره ما نسي الإفيه ولا الضحكة ولا العفرطة. كنت بهزر على المسرح بس كنت كمان بنفس عن نفسي. كنت بتكلم بلساني ولسان جيلي. عادل إمام كان معايا وكنا زي الإخوات بالظبط. كنا بنضحك وبنرمي لبعض ومرات بنخرج بره النص، لكن الجمهور كان بيحب ده وكأننا جايين من شارعهم مش من مسرح. المسرح كان بيتي وكنت برتاح على الخشبة أكتر من السرير. الجمهور لما يضحك كنت بحس إني عايش، كنت بحس إن ليا معنى، إني مش مجرد وش في الكادر. بس مع الضحك كان فيه وجع، وأنا دايما كنت بحط الضحك على الوجع مش فوقه لأ جواه. عمري ما كنت بتاع أقنعة، اللي كان في قلبي على لساني حتى لو وجعني، حتى لو دخلني في مشاكل كبيرة. وعلشان كده كنت دايما محسوب على اللي بيقولوا كلام مش مريح، بس انا ما كنتش بسيب فرصة غير لما اقول كل اللي جوايا. في الثمانينات كنت في قمة النشاط، بشتغل في المسرح وبمثل في السينما وبدخل بيوت الناس من كل باب. عملت افلام كتير ومسرحيات اكتر، بس عمري ما بعدت عن الناس. الجمهور كان حقيقي وانا كنت بتعامل معاه كصاحب، بس الدنيا ما بتديش ببلاش. مرة قلت جملة على المسرح عن الحكومة، جملة عادية ضحكوا عليها الناس بس السلطة ما ضحكتش. اتقبض عليا واتسجنت، مش مرة، مرتين. السجن تجربة كانت صعبة بس ما كسرتنيش. كنت بضحك حتى جوه الزنزانة. كنت بقلب وجعي نكتة وأقول لنفسي أنا لسه واقف. ناس كتيرة قالت سعيد ضيع نفسه، بس أنا ما كنتش بدور على المجد، أنا كنت بدور على نفسي. واللي بيدور على نفسه بيمشي في طرق مش مرصوفة ومليانة مطبات بس في الآخر بيوصل. أنا ما كنتش نجم بالمقاييس اللي بيحبوها المنتجين، بس أنا كنت نجم في قلوب الناس وده اللي كان فارق معايا. كنت بشتغل في اليوم كذا شغلانة، فيلم الصبح، مسرحية بالليل، وساعات مسلسل يتصور في نص الليل. كنت بتعب وبشقى بس مبسوط. كل ما كنت بمثل كنت بحس ان انا حقيقي، بس الفلوس ما كانتش بتقعد في ايدي. كنت كريم على الاخر على نفسي وعلى اللي حواليا. واوقات كتيرة ما كنتش اعرف اوفر ولا استثمر. ما كنتش بفكر في بكرة، انا كنت عاوز اعيش النهاردة. المرض بدأ يجي بدري، التعب دخل جسمي، بس برضه كنت بطلع المسرح وامثل واضحك الناس وانا مكسور. لحد ما جالي المرض اللي خلاني ابطل كل حاجة، التهاب رئوي وبعده مشاكل في القلب. في اخر ايامي كانت بنتي هند هي الونس، كانت جنبي وبتسندني وبتفكرني ان لسه ليا قيمة. صحابي اغلبهم اختفوا او جري الزمن بيهم زي ما جري بيا. وفي يوم 1 أغسطس سنة 2014 جسمي قال كفاية، سبت الدنيا، بس كنت عارف إن أنا سايب حاجة، مش فلوس ولا عمارات ولا شهرة بتتباع. أنا سايب ذكرى، سايب ضحكة، سايب صوت بيقول أنا كنت هنا. ودي كانت حكايتي، حكاية ولد من قرية بسيطة ضحك مصر كلها ونام على خشبة المسرح بدل سريره. ما كنتش ملاك وما كنتش محسوب على الكبار، بس كنت من الناس وللناس. أنا يمكن مشيت في صمت بس سبت صوتي بيرن لحد دلوقتي. ضحكتي ما ماتتش ولساني لسه بيلسع رغم السكون. أنا كنت ابن المسرح وصوت الشارع والضحكة اللي فيها حزن الدنيا كلها. بعد ما سمعت الحكاية قولي بصراحة، عرفت أنا مين؟ لو عرفتني اكتب اسمي في الكومنتات وقول أول مشهد شفتني فيه كان فين، واكتب ضحكتك ولمست قلبك ولا لأ. سيب لايك للفيديو ده لو حسيت إن اللي ضحكنا زمان يستاهل نرجعه للنور من تاني، واشترك في القناة علشان لسه في حكايات كتيرة مستنياك من نجوم ضحكوا ومشوا في هدوء. ما تنساش تفعل الجرس وساعدنا نخلي الذاكرة تنطق من تاني.